النهاردة معايا قصة جديدة، بس قبل ما نبدأ مع بعض قصتنا ياريت تعملوا لايك للفيديو ده وتسمعوا القصة للنهاية. أنا اسمي ليلى، عندي 42 سنة، أرملة من 4 سنين، وعايشة لوحدي في شقة صغيرة في الزمالك. الشقة دي كل حاجة ليا، ورثتها من بابا وماما رحمهم الله. أنا بشتغل ممرضة في مستشفى قريب، بحب شغلي رغم إنه متعب، بس هو اللي بيخليني أحس إني لسه نافعة في الحياة. بحب ألبس فساتين قطن بسيطة، وأحط عطر الياسمين اللي كان جوزي بيحبه، لسه بستخدمه علشان أحس إنه قريب مني. جوزي رحمة الله عليه كان عنده صاحب اسمه عم طارق، كانوا زي الإخوات، صاحبه من أيام الجامعة وفضلوا مع بعض لحد ما ربنا اختار جوزي يروح عنده. عم طارق كان بيجي يطمن عليا كل فترة لحد ما هو كمان ربنا أخده من 2 سنين. عم طارق ده كان عنده ولد اسمه كريم، بعته يكمل دراسته في مصر القاهرة. الولد ده دارس هندسة معمارية وفضل هناك 5 سنين. آخر مرة شفته كان لسه عنده 18 سنة، كان ولد صغير نحيف وخجول، دلوقتي بقى عنده 23 سنة. في يوم من الأيام الساعة كانت حوالي العصر، أنا كنت راجعة من الشفت بتاعي، لقيت حد واقف قدام باب العمارة شايل شنطة سفر كبيرة وشنطة تانية صغيرة. أول ما قربت منه عرفته كان كريم، بس مش كريم اللي أنا فاكراه. الولد الصغير النحيف بقى راجل طويل، كتافه عريضة، بشرته بنية من الشمس، وعنيه البنية فيها حزن غريب. قال لي وهو بيبص في الأرض: خالة ليلى، أنا كريم ابن عم طارق، أنا ما عنديش حد تاني أروح له، بابا مات والبيت اتباع، أنا راجع من مصر من أسبوعين وقاعد في أوضة إيجار رخيصة بس ما قدرش أفضل فيها، ممكن أقعد عندك كام يوم بس، أسبوع على أكثر، لحد ما ألاقي مكان تاني. قلبي اتقطع عليه، شفت في عينيه نفس الحزن اللي كان في عيني لما جوزي مات. قلت له: يا حبيبي ده بيتك، تعال ادخل ومتقلقش خالص، اقعد اللي انت عايزه. دخلنا الشقة، وريته الأوضة الصغيرة، كانت أوضة فاضية فيها سرير بسيط ودولاب قديم. قال لي: شكرا يا خالة، أنا مش هطول عليكي وعدا، هنلاقي حل قريب. بصيت له كده وقلت له: يا كريم، انت ابن صاحب جوزي، يعني زي ابني بالظبط، متقلقش من حاجة. اليوم الأول كان غريب، أنا مش متعودة يكون حد تاني في البيت غيري من 4 سنين. كريم كان هادي قوي، ما بيطلعش من أوضته غير لما يروح الحمام أو ياخد كوباية مي من المطبخ. بالليل أنا صحيت الساعة حوالي 2 الصبح، سمعت صوت خفيف جاي من السطوح، لبست روب النوم وطلعت ألاقيه قاعد على كرسي بلاستيك قديم قدام حامل خشب صغير، وقدامه لوحة بيرسم فيها. كان بيرسم منظر نهر النيل من بعيد، السما كانت صافية والقمر منور. وقفت من بعيد شوية وبصيت له، كان مركز قوي، ايديه بتتحرك بنعومة على القماش، وشه كان ساكن بس فيه تعب. قربت منه بهدوء وقلت له: مش نايم يا كريم؟ اتخض شوية، بس بعدين ابتسم ابتسامة حزينة وقال: مش عارف انام يا خالة، دماغي مش بتريحني غير لما ارسم. سكت شوية وبعدين قال: اتفضلي اقعدي معايا لو مش مزعلاكي. جبت كرسي تاني وقعدت جنبه، كان الجو لطيف والهوا بارد شوية. سألته: بترسم من امتى يا كريم؟ قال لي: من وأنا صغير، بس بجد اتعلمت في مصر، كنت بدرس هندسة بس كل وقت فراغي كنت بروح اتعلم رسم في مركز فنون صغير هناك. قلت له: وليه رجعت بقى؟ سكت شوية، بصيته لقيت عينيه بقت فيها دموع بس مبكاش. قال لي بصوت واطي: بابا مات يا خالة وما كنتش موجود، كنت في مصر ومجيتش في الوقت، لما جيت لقيته اتدفن، حسيت اني جبان سبته يموت لوحده. بكيت انا كمان، مسكت ايده وقلت له: يا حبيبي، ربنا عارف انك كنت بتحبه وما كانش في ايدك حاجة، ما تحملش نفسك ذنب مش عليك. سحب ايده بلطف وقال: شكرا يا خالة، انا مش متعود حد يطمني كده. قمت ودخلت المطبخ وجبت له كوباية شاي بالنعناع ساقع، قلت له: اشرب ده وحاول تنام شوية، بكرة يوم جديد. اخد الكوباية وبصلي بص غريب كده وقال: انت طيبة قوي يا خالة. اليوم التاني صحيت الصبح، لقيت كريم نظف المطبخ كله، الأطباق اللي كانت في الحوض بقت نظيفة ومرصوصة والأرض ممسوحة. استغربت، كنت فاكرة ان الشباب دلوقتي ما بيعرفوش يعملوا حاجة في البيت، بس كريم كان مختلف. لما خرج من أوضته الصبح قلت له: يا سلام، انت عملت كل ده ليه؟ قال لي وهو بيبتسم ابتسامة خفيفة: أنا مش عايزة أكون تقيل عليكي يا خالة، أقل حاجة أقدر أعملها إني أساعدك. قلت له: يا حبيبي، أنت مش تقيل خالص، بالعكس أنا فرحانة إنك موجود. قال لي:
طب تسمحيلي أعمل لنا فطار؟ أنا اتعلمت أطبخ شوية في مصر. ضحكت وقلت له أكيد، متشكرة يا فنان. دخل المطبخ وبدأ يطبخ. أنا قعدت في الصالة وأنا بسمع صوت الطبخ. كانت حاجة غريبة بالنسبة لي. البيت كان ساكت من سنين، دلوقتي فيه حياة. بعد شوية طلع بالصينية فيها فول مدمس بالطحينة والليمون، جبنة بيضة، طماطم مقطعة، وعيش سخن. قعدنا على الترابيزة وبدأنا ناكل. الأكل كان لذيذ قوي. قلت له ما شاء الله عليك يا كريم، الأكل تحفة. ابتسم ابتسامة حقيقية المرة دي وقال الحمد لله، كنت خايف ما يعجبكيش. واحنا بناكل بصلي فجأة وقال يا خالة ليلى، عينيكي لونهم جميل قوي زي لون العسل في الشمس. حسيت خدودي سخنت وابتسمت وقلت له ربنا يخليك يا كريم، انت كمان عينيك حلوة. اليوم التالت انا رحت الشغل في الصبح، كان عندي شفت طويل. رجعت الساعة 6 بالليل وانا تعبانة قوي. دخلت الشقة لقيت كريم قاعد في الصالة وقدامه اللابتوب، كان بيدور على شغل. قال لي اهلا يا خالة، انا عملت لك غدا، اتفضلي كلي وارتاحي. رحت المطبخ لقيته عامل مكرونة بالبشاميل، ريحتها كانت تجنن. قلت له يا نهار، انت فين من زمان يا كريم؟ انا مش متعودة حد يعملي اكل. ضحك ضحكة خفيفة وقال انا كمان مش متعود اعمل لحد، بس انتي مش اي حد، انتي زي امي التانية. حسيت بدفء جوايا، كان زمان ما حد قال لي كلام حلو كده. قعدنا ناكل مع بعض. سألته يا كريم، انت كنت في علاقة في مصر؟ سكت شوية وبعدين قال يا خالة، كنت مخطوب بس الموضوع ما كملش. هي كانت عايزة راجل معاه فلوس، وانا وقتها كنت طالب ما بقيش معايا حاجة. لما بابا مات وانا رجعت هي اتجوزت حد تاني. قلت له يا حبيبي، اللي مش مكتوب لك مش هيكون ليك، وربنا هيجيب لك اللي احسن منها بمليون مرة. بص لي بص طويل وقال انت فاهمة يا خالة، انت بتحسي بيا. حسيت ان في حاجة في طريقة كلامه، حاجة اعمق من كلام ولد لخالته. اليوم الرابع انا كان عندي يوم اجازة. كريم سألني يا خالة، تحبي نروح نتمشى شوية على النيل؟ الجو حلو النهاردة. وافقت. لبست فستان قطن ازرق فاتح بسيط، وحطيت شوية مكياج خفيف. لما طلعت من الأوضة كريم كان واقف مستني. بصلي وقال ما شاء الله، انت جميلة قوي يا خالة. حسيت بخجل وقلت له ربنا يخليك يا حبيبي. نزلنا ومشينا على كورنيش النيل. الجو كان جميل، الشمس بدأت تغرب والسما بقت برتقالي ووردي. واحنا ماشيين كريم كان ساكت، بس بعدين وقف قدام بياع ورد على الكورنيش، اشترى وردة صفرا حلوة وقال لي دي ليك يا خالة، لونها زي ابتسامتك. خدت الوردة وانا مش عارفة اقول ايه. قلت له شكرا يا كريم، دي اول مرة حد يجيب لي ورد من 4 سنين. قعدنا على كرسي خشب قديم على الكورنيش. كريم بدأ يحكي لي عن احلامه. قال يا خالة، انا نفسي افتح معرض فني صغير اعرض فيه رسوماتي، نفسي الناس تشوف اللي جوايا، بس للأسف محتاج فلوس علشان اجهز المعرض وما عنديش حاجة دلوقتي. قلت له يا كريم، انت موهوب قوي، انا شايفة رسوماتك على السطوح تحفة، وربنا هيوافقك اكيد، متقلقش. بص لي وقال انتي اول واحدة صدقتني وشجعتني، حتى خطيبتي القديمة كانت بتقولي ان الرسم ده هواه مش شغل. قلت له هي كانت غلطانة، الرسم ده فن وحياة، وانت تقدر تعمل منه مستقبل حلو. ابتسم وقال شكرا يا خالة ليلى، انتي بتخليني احس اني اقدر احلم تاني. اليوم الخامس انا رجعت من الشغل متأخرة، كنت تعبانة قوي. دخلت الشقة لقيت كريم قاعد في الصالة مستنيني. قال لي يا خالة، انا عملتلك عشاء، تعالي كلي علشان تبقي صحية. قلت له ربنا يخليك يا كريم، انت بتدلني قوي كده. قال لي وهو بيبتسم انت تستاهلي كل خير يا خالة. قعدنا ناكل، كان عامل شوربة عدس سخنة وعيش وجبنة، أكل بسيط بس لذيذ قوي. بعد العشاء قعدنا نتفرج على فيلم قديم على التلفزيون، كان فيلم رومانسي من الستينات. كريم قرب مني شوية على الكنبة، وفجأة حسيت ايده بتلمس ايدي، ما سحبتهاش، كان اللمس خفيف وبريء، بس حسيت بكهربا في جسمي كله. قال لي بصوت واطي يا خالة ليلى، ايديكي ناعمة قوي زي الحرير. بصيت له كده وضحكت وقلت له وايه كمان ناعم يا كريم؟ سكت شوية وبعدين قال قلبك انعم حاجة في الدنيا. حسيت عني هتدمع، كان زمان ما حد قال لي كلام كده. اليوم السادس صحيت الفجر، سمعت صوت كريم بيصلي في الصالة.
كان فارش سجادته الصغيرة وبيصلي. ما بعرفش ليه، بس وقفت اتفرج عليه من بعيد. كان شكله ودع قوي وهو بيصلي. لما خلص صلاة قعد يدعي بصوت واطي. سمعته بيقول: يا رب اشفي جدتي وارجع ماما بالسلام، وخلي خالة ليلى في حياتي، انا محتاجها قوي يا رب، خليها تفضل معايا على طول. حسيت قلبي دق جامد. ما كنتش متخيلة انه بيدعي ليا. حسيت اني مهمة في حياة حد تاني بعد ما حسيت اني وحيدة سنين طويلة. اليوم السابع كان عندي شفت ليلي. رحت الشغل الساعة 9 بالليل ورجعت الساعة 6 الصبح. كنت مرهقة جدا. دخلت الشقة لقيت كريم صاحي وقاعد في الصالة مستنيني. قلت له: مالك يا كريم؟ ليه صاحي؟ قال لي: كنت قلقان عليك يا خالة، الشفت الليلي تعبان قوي وما كنتش عارف انام وانا مش مطمن عليكي. حسيت بدفء في قلبي. كان في حد قلقان عليا، كان في حد مستنييني. قعدت جنبه على الكنبة وقلت له: انت كويس يا كريم؟ قال لي: انا كويس، بس لما اشوفك كويسة. سكتنا شوية وبعدين قال: يا خالة ليلى، انا عايزة اقولك حاجة. قلت له: قول يا حبيبي. انا حاسس اني لقيت بيتي. اول مرة من ما بابا مات احس اني مش لوحدي. انتي بتخليني احس ان في حد بيفهمني وبيهتم بيا. مسكت ايده وقلت له: يا كريم، انا كمان حاسة بنفس الاحساس. انت جيت خليت البيت يعيش تاني، خلتني احس اني لسه عايشة مش بس موجودة. اليوم الثامن صحيت من النوم لقيت كريم مش في البيت. خفت عليه. اتصلت بيه لقيته بيقولي: انا نازل اجيب فطار يا خالة، مش تقلقي. رجع بعد نص ساعة وفي ايده شنطة فيها فطير مشلتت وجبنة رومي وزيتون. قعدنا نفطر مع بعض. كان مبسوط قوي. قال لي: يا خالة، انا بقيت بلاقي شغل اونلاين، برسم بورتريهات للناس على النت وبياخدوا مني فلوس، مش كتير بس حاجة كده. قلت له: دي حاجة حلوة قوي يا كريم، انت شاطر وربنا هيوفقك. قال لي: انا عايز اساعدك يا خالة، عايز ادفع نصيبي في البيت، مش عايز اكون عبء عليكي. قلت له: يا حبيبي، انت مش عبء خالص، بالعكس انت نعمة، بس لو حابب تساعد اكيد هفرح. ابتسم وقال: طيب انا هدفع حساب الكهرباء الشهر ده. اليوم التاسع كريم كان لابس تيشيرت ابيض نضيف وحاط جل في شعره. كان شكله انيق وجميل. قلت له وانا بضحك: انت بتتزوق لمين يا كريم؟ قال لي وهو بيبص في الارض بخجل: علشانك انت يا خالة، عايزة ابقى حلو في عينيكي. ضحكت وقمت وقفت قدامه وقلت له: انت اصلا حلو من غير اي حاجة يا كريم. قرب مني شوية وقال بصوت واطي: طب لو قلتلك حاجة تزعلي مني؟ قلت له: قول يا حبيبي، انا مش هزعل. قال لي: انا بحبك يا خالة ليلى، مش بحبك زي ما الواحد بيحب خالته، بحبك بجد، بحبك كست. سكتت، ما كانتش عارفة ارد. حسيت بمشاعر كتيرة جوايا، فرحة وخوف وقلق كله مع بعض. قلت له بعد شوية: يا كريم، انت لسه صغير وانا اكبر منك بكتير. قال لي: انا مش صغير يا خالة، انا عندي 23 سنة وانا عارف اني بحس بايه. انا بحبك وعايز افضل معاكي. مسكت ايديه وقلت له: يا كريم، الموضوع ده صعب، الناس مش هتفهم. قال لي: انا مش مهتم بالناس، انا مهتم بيكي انتي. سحبت ايدي بلطف وقلت له: خلينا ناخد وقتنا يا كريم، مش عايزة نندم على حاجة. اليوم العاشر كريم كان هادي قوي، ما كلمنيش كتير، كان قاعد في اوضته طول النهار. انا كنت قلقانة عليه. رحت دقيت على بابه قلت له: كريم، انت كويس؟ قال لي: ايوه يا خالة، انا كويس. بس صوته كان حزين. قلت له: ممكن ادخل؟ قال: ايوه اتفضلي. دخلت لقيته قاعد على السرير وعينيه حمرا، كان بيعيط. قعدت جنبه وقلت له: مالك يا كريم؟ قال لي: انا اسف يا خالة، انا ما كنتش قصدي ازعلك او احرجك، انا بس قلت اللي في قلبي، انا خايف اني افقدك. حضنته جامد وقلت له: يا حبيبي، انت مش هتفقدني، انا موجودة وهفضل موجودة، بس انا خايفة عليك، خايفة الناس تأذيك او تقول عليك كلام وحش. قال لي وهو بيمسح دموعه: انا مش خايف من الناس، انا خايف افقدك انت. اليوم ال11 صحيت لقيت كريم ساب لي ورقة على الترابيزة مكتوب فيها: يا خالة ليلى، انا نازل ادور على شغل، هرجع بدري. حسيت بقلق. كريم كان زعلان وانا مش عايزاه يحس اني رفضاه. رجع بالليل وكان شايل كيس فيه حاجات من السوبر ماركت. قال لي: انا جبت حاجات للبيت يا خالة. قلت له: ربنا يخليك يا كريم. قعدنا ناكل عشاء سوا وبعدين قلت له: يا كريم، انا عايزة اقولك حاجة. بصلي بقلق. قلت له:
أنا مش رافضاك يا كريم، بس أنا خايفة أكون أنانية، خايفة أخدك من مستقبلك، أنت لسه شاب وقدامك حياة كبيرة. قال لي: يا خالة، أنت مش أنانية، أنت اللي بتخليني أحس إن عندي مستقبل، من غيرك أنا ماليش لازمة. حسيت دموعي هتنزل. قلت له: طب نتفق على حاجة، خلي الموضوع يمشي ببطء، ما نستعجلش حاجة، نشوف المشاعر دي حقيقية ولا لأ. قال لي: أنا موافق على أي حاجة تريحك يا خالة. اليوم ال12 كريم كان مبسوط شوية، رجع لطبيعته، بقى يكلمني ويضحك معايا، بس كان في حاجة مختلفة في عينيه، كان بيبصلي بطريقة مليانة حب وحنية. في اليوم ده أنا كنت بنظف الأوضة بتاعته وهو مش موجود، لقيت دفتر رسم تحت السرير، فتحته من غير قصد، لقيت الدفتر كله رسومات ليا، في كل صفحة رسمة مختلفة، مرة وأنا بشرب شاي، مرة وأنا